اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد. يلا يا قمر منك لها كده، لها 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 لها. كلكم قوموا بينا، يلا شمروا ايدكم وتعالوا اقول لكم على سر هيخلي غسيلك فل الفل وريحة ملهاش حل، روعة جدا. بس قبل كل ده لايك للفيديو وشير واشتراك في القناة لو لسه مش مشتركة، وتابعوني على الفيسبوك والانستجرام والسناب شات ميسة صلاح. يلا بينا نشوف مع بعض هنعمل ايه في غسالتنا، والسر اللي امي قالت لي عليه وحماتي قالت لي عليه يخلي غسيلي فل الفل. اول حاجة بقى كده بسم الله ما شاء الله تبارك الله، قوينا يا رب. نمسك الغسالة الجميلة بتاعتنا ونفك الفلترات. طبعا كل غسالة بتختلف عن التانية، انا غسالتي يونيفرسال ومش احلى شيء صراحة. يعني هبقى اقول لكم بقى عنها واعمل لكم ريفيو عن مميزاتها وعيوبها اللي ملهاش اي 60 مميزات، تمام؟ ولا ميزة واحدة بس، ما علينا ما علينا. يلا كده نرجع لموضوعنا. المهم مسكت الفلتر فكيه ورحنا بقى ماسكين الفلتر منضفينه. عايزه اقول لكم انا في الشتاء ده بمسك الغساله انضفها كل 10 ايام او كل اسبوعين، تمام؟ صراحه لان في الشتاء الوبره كتيره بسبب الملابس والحاجات والصوف، وطبعا كلكم عارفين الشتاء. عايزه اقول لكم بقى شفتوا كميه الوبره اللي جواها؟ دي وبره من الهدوم يا جماعه، دي مش وساخه، تمام؟ مسكنا الغساله فككنا كل حته فيها، كل حته بتتفك في الغساله فكتها. صراحه انا لو كانت الحله هتتفك كنت افكها. ورحت منضفه بقى مكان الفلتر كده وبفرشه صغيره مخصصه اصلا لتنظيف الغسالة. عارفين الفرش دي كنت جايباهم ال3 ب10 اللي هما بيباعوا في السوق بتوع فرش السمك. والله بستخدمهم في كل حاجة، أنا ما عنديش اعتراضات، بس طبعا كل فرشة مخصصة لكل شيء. رحت ماسكة منضفة بقى مالية الغسالة، بصوا بقى عشان استغل ايه كل شيء. ورحت بصوا منضفة ودي ادي له ادي عشان لو في اي مشاكل او اي ترسبات او اي تراب بواقي حاجة كده، ويلا اديتها الدعكة المحترمة. وبعد ما هنديها الدعكة المحترمة هنخليها تاخد دورة غسل عادية، أنا عاملاها دورة الغسل العادية، تمام؟ هي فيها دورة غسل غسالة ماشي، بس أنا مش مشغلاها، كل شهر بعمل لها دورة الغسل بتاعتها. دي بتقعد 3 ساعات وتدي بقى وتاخد وتدي كده بشكل ودي مع بعضها. ولكن لا، بصوا رحنا مسحين من بره ومصبنين وايه. عايزه اقول لكم انا شدتها وقعدت دعكتها من الجناب، بس ما صورتش، مش عارفه الفيديو الكاميرا قطعت ولا فصلت، مش عارفه، جات لها سكته قلبيه. المهم رحنا بصوا بقى مركبين في شيتها وهنخليها تاخد لفه كده وتطرد الميه اللي فيها دي عشان املاها تاني من جديد. خلاص تمام. وبصوا بعد ما هي فضت ميتها بشيل اي ترسبات كانت باقيه فيها او فتل، تمام، من الوبر اللي فيها قبل كده. هنديها بقى دوره غسل عاديه، الغسل العادي التلقائي بتاعي. بصوا ملت، هنجيب بقى ربع ربع ازازه خل ونحطها ونديها غسله تاني وشكرا. وبصوا بقى بعد ما خدت دورتها وفضت وخلصت وعملت، سبتها ارتاحت ورحت بقى قلت لا ده في شوية غسيل لازم اخليهم ايه ياخدوا دورة هما كمان. يلا يا بنتي يا ميسو يا مساميسو قومي بقى شمهلي حالك كده وشغليها. بصوا انا بملاها ودايما بحب احط الاريال ياخد لفة الاول او المسحوق ياخد لفة في الغسالة الاول، لان الاول لما كنت بحطه في الدرج كان بينزل على جزء من الغسيل ويعمل بقع، فبقيت لا اريح واستريح. وكمان لما بحط كلور في بعض الغسيل بروح محطاه في قلب المية ياخد لفة مع المسحوق، ووقف الغسالة واروح حاطة الغسيل بتاعه. بصوا بقى هتخليه فل شمعة منور.